رح نحضر اليوم سوا سمدية. هي تحلية لبنانية كتير طيبة. رح قلكن بلش هلأ بالمقادير. حطيت هون 3 كبايات حليب، وأنا حطيت الفنجان، وبنفس الفنجان منكيل السميد. 3 حليب، حطيت 3 ملاعق كبار سكر، حطيت 1.5 كباية سميد مسكة دقيتهم مع شوية سكر، 3 ملاعق صغار مزهر. هلأ رح نبلش بالتحضير. أول شي جبت أنا طنجرة صغيرة لأنه عاملة كمية تقريبا وسط، يعني إذا بدكن انتو فيكن إذا بدكن تكبروا الكمية زيدوا المقادير دوبلون. أول شي حطيت طنجرة رح دور تحتها، رح حط الحليب تا خليهم شوي يسخنوا. خليهم شوي، بحرك من وقت لوقت تما يلزق الحليب يحترق. مثل ما قلت لكم بنضل نحرك من وقت لوقت الحليب كرمال ما يلزق. هلا رح زيد السكر 3 ملاعق كبار، كمان بضل بحرك. هيدي وصفة هينة وسريعة، ما بدها نص ساعة بتكون تقريبا جاهزة. بتنحط بالبراد قبل ما تتاكل. ورح أعلمكن هلأ كمان نعمل الكريم شانتيي تنحطها كمان ونزينها فوقها. هلا وقت اشوف انه الحليب شوي عمل هيك رغوة على وجهه وبلش تقريبا يسخن، رح نزل السميد وكمان بضل بحرك. رح ضل حرك تحسن انه شوي شدت. هلا حطيت السميد وناطرة شوي يشدوا المكونات. رح شيلهم وحطهم صبهم بالصينية. هلا رح زيد المسكة، كنت انا دقيتهم مع شوي سكر، وبضل بحرك تما يلزقوا لانه ناطرتهم تيشدوا. هلا اذا بتلاحظوا بينوا شوي بلشت تشد، بدي نوس الغاز وضل حرك كرمال تتفتح حبة السميد. رح نوس وحركهم ما بدهم شي دقيقتين. يحا وهلا شدوا كل المكونات. هلا رح شيلهم واسكبهم بصينية. هلا رح زيد المزهر، ورح طفي النار. هلا رح اسكبهم. انا حطيتهم بمثل تابروير ازاز. إذا طلعت سميكة شوي ما بيأثر، لأنه هلأ رح نحط فوقها موز، رح نرجع نحط فوقها كريم شانتيي، ونرجع نحط قطر كمان فوقها. بمدها بالجاط. فيكن تستعملوا انتو الجاط اللي بدكن اياه، صينية، صحن صغير، كاسات، مثل ما بدكن، بس أنا عملتها هيك لأنه
تما تاخد وقت وهينة تكون. وهلأ رح انطرها تتبرد، برجع بهالوقت رح نعمل كريم شانتيي مع بعض. هلأ بالوقت يلي عم ننطر فيه العجينة السميدية كرمال تبرد رح نحضر سوا الكريم شانتيي. انا رح احط ظرفين، فيكن انتو تكتروا اذا الكمية اكبر، اذا دوبلتوا الكمية بتحطوا 4 ظروفة. وحطيت هون نص حليب، نص فنجان. هلأ مش رح حطهم كلهم، رح بلش شوي تقريبا الربع، واذا عزت اكتر برجع بزيد تما تطلع، لانه بدي اياها تكون شوي شديد. رح احط هيك قبل شوي من الحليب واخلطهم تما تصير البودر تبع الكريم. وهلا رح دورها. وقفت المكنة ورح كمان حطها بالبراد لبال ما تسقع، شي نص ساعة تقريبا. منحضر القطر. للقطر انا حطيت كبايتين سكر، كباية ونص مي. المي بدها تكون اقل من السكر كرمال تكون شوي سميكة، يكونوا القطرات سميك. ومنولع النار، منحركن شوي مع الميات تيدوبوا. منحط اول شي النار على حرارة قوية، وقتها بتغلي بيغلي السكر مع المي مننوس ومنخليهم يغلوا 10 دقايق. من بعد ما قطعوا ال10 دقايق بطفي النار وبزيد عليهم الحامض والمزهر. وهلا كمان رح نسكب ليالي لبنان. هلا اذا بدكم انتو فيكم تحطوا الموز على كل الصينية وترجعوا تحطوا الكريم شانتيي، بس انا بحب هيك اعمل كل صحن بصحنه. بقص، رح اقص قطعة وبحط موزة، بقص موز فوقها. فيكن تحطوا غير فواكه اذا بتحبوا كمان. ومنحط شوي هون الكريم، منحط الكريم شانتيي فوقها اللي عملناها. هلا انا رح احط قطر، فيكن انتو تحطوا كمان عسل اذا ما بدكن. قطر، واخر شي منزينها بفستق الحلبي. انا بفضل اعملها كل قطعة بقطعتها لانه ما بحب حط الموز تما يسود، بحب خليها هيك طازة. واكيد رح تعجبكم، طعمتها كتير طيبة، بتمنى تجربوها بالاحرى لانه طعمتها كتير طيبة. والف صحتين.